لو كان نقول لك باللي ديبلاسيت واحد قريب واحد 10 ولايات باش نلحق لواحد الولايه على جال ورقه نقديه. مرحبا بكم في متحف ومتجر حوفا إدريس، الحنين إلى الزمن الجميل. بديت المجال تاعي بديته منذ الطفولة، ومن بعد من قوة عشق لهذو الأشياء ربي سبحانه جعلها مصدر رزقي. بفضل الله كانت عندي طاولة في ساحة بورسعيد، قعدت فيها 15 سنة، ومن بعد رحت للحراش، دوك راني في الحراش مدة 10 سنين. أباك باللي الجزائريين كاع عندهم عشق للأشياء القديمة، ألور كل واحد كيفاه عاش. كاين ناس يبكوا، وماشي واحد ماشي زوج اللي يجي عندي ولا غير يبكي. عباكم الله يبارك، أنا درت من كل بستان زهرة. عندي شوف، درت المكتبة القديمة، عندي البطاقة البريدية، الكارت بوستال تاع زمان من 1900 حتى 1980، فايته واحد 20,000 بطاقة بريدية أصلية، وزائد العملات الجزائرية اللي كانت قبل وبعد الاستقلال، ألور المعدنية والورقية. عندي عملات أنا دي فوا تيجوني الهواة أيضا يقولوا لي حوفا أنا حابين نتمتعوا في الأوراق النقدية الجزائرية اللي كانوا بكري. عباكم باللي كاين أوراق جزائرية كانت مكتوب فيها بنك الجزائر وتونس، كانت ورقة عملة موحدة بين الجزائر وتونس. كانت واحد الورقة نقدية اللي كانت قبل الاستقلال، وش يكتبوا فيها؟ يكتبوا فيها آية تاع قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. وزيد نقول لكم حاجة، كاين ناس بكري بزاف يشفاو ويقول لك يا إدريس الصوردي ولا عندك، هو الصوردي عملة معدنية متقوبة. بعبكي كانوا جدودنا اللي يرفدوها، لأنه كانوا مساكن بسطاء بزاف. صدقوني غير من داك يشوف الإنسان ورقة نقدية كي يبدا يشوف فيها ويتعمق فيها كأنه يهدر معاها. لو كان نقول لك باللي ديبلاسيت واحد قريب واحد 10 ولايات باش نلحق لواحد الولاية على جال ورقة نقدية، وكي شديتها فرحت واحد الفرحة، والله غير كأنه شتي واحد كيروح له طفل ويلقاه وليده، والله غير هكذاك. أنا نحكي لك والله غير أنا عشتها. دوك الله يبارك عندي مجموعة قيمة من الأوراق النقدية الجزائرية قبل وبعد الاستقلال. عندي العملات المعدنية أيضا قبل وبعد الاستقلال، وعندي العملات الأجنبية كامل الله يبارك، سواء في الورقية والمعدنية. عباكي إنسان مادام عايش في حاجة أكيد راح يعلم ولاده بفضل الله. ودرت لهم دي ألبوم دو تامبر، دو كل واحد عنده ألبوم تاع الطابع البريدي والبطاقة البريدية. أنا نقول اللي حاب يزورنا، المتحف تاعنا مفتوح 24 على 24 ساعة، رانا في بوروبة الحراش. وكما يقول بابا الله يرحمه دايما نقول هذه الكلمة، اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة على الحق. إن شاء الله ربي يحفظكم ويفتح عليكم، والسلام.